الصعوبات اللي واجهتها في مسرحية رياح؟ اولا شكرا لكم الفريق الاعلامي لفرقه موشكا على هذه التغطيه، جهود واضحه لمهرجان ظفار. شكرا لك شخصيا، شكرا للمصورين خلف الكواليس. مسرحيه رياح، خلينا نبعد عن التحديات والصعوبات. خلاص الحمد لله نحن قدمنا العمل، قدمنا الفرقه التي نامل انها تصل للجمهور، قدمنا رسالتنا. الحمد لله. لامسنا بعد العمل خاصه في القصه النقديه انه الرساله وصلت للجمهور، التاويلات التي وضعناها وصلت للجمهور. وفي النهايه عمل رياح هي حكايه الارض والشرف، في قالب رمزي كتابي، اسلوب اخراجي، اتجهنا الى اسلوب متعارف عليه سابقا، اشتغل عليه من قبل، به هكذا ربما صبغه تجريبيه، ولكن المدرسه الرمزيه كانت حاضره بشكل كبير. حاولنا أن نقدم تجربة لأول مرة، أن أقدم عمل ربما لون شعبي، وإن شاء الله كما ذكرنا نوصل للجمهور. نحن خلاص وصلنا منهكين يعني من الصباح شغالين. قبل لا أنسى أشكر جميع طاقم العمل في المسرحية، من ممثلين، من إداريين، من فنيين، الكل بدون استثناء. أيضا هذه رسالة للجميع، موشكا تبحر نحو الإبداع. شكرا لكم. شكرا لك صعب.